تعالوا بقى اعرفكم طريقة الرز بالخلطة. هجيب شوية زيت، وانا هسرع الكلام ليكون الفيديو قصير والطريقة ما توصلش بسرعة او ما اقولهاش بسرعة. حطيت شوية زيت، وحطيت شوية الرز، وحطيت 3 حبات حبهان وعودين لوري. وبعدين كنت مقطعة بصل شرايح وجزر شرايح اللي هو بشراه. هاخد بقى شوية فلفل احمر وفلفل اصفر. هاخد بعد ما قلبت في الاول اللوري مع الحبهان. بعد كده شعرة كمون وفلفل اسود وقرفة وشوية ماجي. وطبعا نشوف الملح بتاعنا، وهفضل اقلب فيه. بعد ما يتقلب كويس ويتشوح كويس في التوابل دي كلها، ارجع احط برضو كمان بقيت شوية الخضار اللي انا كنت عاملاه. بعد كده بقى هنزل بالمية وهشربه. وانا طبعا كنت بخلي فيروز تقفلي الفيديو كل شوية، اقول لها اقفلي افتحي اقفلي افتحي. طبعا الرز بالخلط ده رز المطاعم. انا دلوقتي بقول لها هات الملح، بعمل تيست عليه، وجبت الملح. هنزل بالملح واظبط الطعم بتاعه، والمية تغلي واروح موطيه عليه. وانا كنت حطيت بالفعل الخضار المتبقي. يلا بقى اعملوا لي لايك او قلب او اشتراك للقناة. وادي الرز بالخلطة. يتاكل مع بانيه مع كفتة اللي انتوا عايزينه.